اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره من قناه اميره في بيتي. النهارده هنعمل الدوناتس مع بعض بطريقه حلوه جدا وطريقه اقتصاديه، وهقول لكم برضك على فيه غلطات اللي انا وقعت فيها عشان انتوا برضك ما تقعوش فيها. ويبصوا الدوناتس حلو جدا من جوه هش وطري، ومن بره فيه نسبه قرمشه كده حلوه. هنزينه بصوص الشوكولاته وصوص سكر الابيض. بصوا بقى، بما ان بقى بكره الجمعه ان شاء الله اجازه، يعملوا لي فلوجكم ويفرحوا بيهم وياخدوه معاهم في اللانش بوكس، طبعا في المدرسه ينفع لاي حد يجيب ضيوف هحطه لهم. حلو جدا بطريقه اقتصاديه وحلو. يلا بينا نخش على المكونات، يلا بينا بسم الله نبدا كده. نبدا ونسمي بسم الله. انا معايا كوبايتين ونص دقيق، وكوبايه الا ربع لبن بس دافي، يبقى دافي شويه، ومعلقتين سكر، ومعايا بيضايه، وكيس خميره فوريه، ودول مفروض معلقه ونص زبده، بس انا كنت مسيحاها شويه هي ساحت كده، فانا هتجمد دلوقتي متقلقوش. خلاص يلا بينا. ومعايا رشه ملح صغيره خالص، عشان يبقى كوبايتين ونص دقيق، كوبايه الا ربع لبن، معلقتين سكر، بيضايه، كيس خميره، معلقه ونص زبده، ورشه ملح بسيطه خالص. اول حاجه هنبداها كده، هجيب طبق عندي او بوله، هنزل بالكوبايه الا ربع لبن. ده كوبايه الا ربع لبن دافي، ممكن بالميه، بس احنا طبعا بنحب نعمل حاجه فيها فايده لاولادنا وتبقى يعني مفيده يعني، فهنعملها باللبن. دي كوبايه الا ربع لبن دافي، هنزل عليها بكيس الخميره، معلقه كبيره خميره. ماشي. ونقلب بقى، ومعاهم معلقتين السكر، حطيت انا معلقتين السكر يعني. او هنقلب بقى الخميره مع السكر مع اللبن الدافي عشان ندوب الخميره. حلو جدا كده، احنا بنعمل عمليه تنشيط للخميره عشان الدقيق يخمر معانا بسرعه، العجينه تخمر معانا بسرعه. دوبنا الخميره، واحنا طبعا متاكدين الخميره بتاعتنا كويسه، فهننزل على طول بالدقيق، بالكوبايتين ونص دقيق، ندخلهم كده حلو وننزل بيهم. عايزه تسيبي الخميره شويه في اللبن لغايه لما تتفاعل وتعمل فقاقيع من فوق، وسيبيها لو انت مقلقه منها وعايزه تعرفي اذا كانت هي يعني كويسه نشطه ولا لا. انت متاكده منها ان هي كويسه، خلاص يعني دوبيها في اللبن على طول والسكر، وانزلي عليها بالدقيق. ندخل بقى الدقيق عليها كده، كوبايتين ونص دقيق ندخلهم حلو. لما ندخل الدقيق بيدينا نتيجه حلوه جدا في اي معجنات اي حاجه. خلاص هننزل بقى برشة ملح بسيطة جدا صغيرة. نقلب بقى الدقيق ومع خليط اللبن والخميرة، نقلبه بالمعلقة كده على بسيط كده على الهادي. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتشتركي في القناة، يا ريت يا رب ان شاء الله. خلاص قلبنا بقى الدقيق مع اللبن والخميرة. هننزل بقى دلوقتي بايه، خلاص بقى دور المعلقة خلص. المرة الجاية، المرحلة الجاية هنعمل بايدينا. هننزل بقى بالبيضايه. على فكرة ممكن الطريقة دي نعملها من غير بيض، بس اللي هتلاقي العجينة معاكي ناشفة شوية وتقيلة، لكن البيضة بتخليها طرية وحلوة وبتاخد وتدي معاكي كده. هننزل بقى بالبيضايه زي ما قلنا، هنعجنها بقى مع الدقيق كده. هنقعد نقلب بقى ونعجن عشان البيضايه تختفي خالص في الدقيق. بصي قلبي، متقلقيش، انت اول ما تيجي تعجني كده هتحسي ان العجينه كلها لازقه في ايدك، متقلقيش خالص، العجينه مش بايظه ولا اي حاجه. احنا بس هنعجن بس حبة حلوين كده. بصوا في نوع دقيق ممكن بيبقى بيظهر فيه السوائل، يعني ما بيشربش السوائل، فبتحتاجي تحطي معلقة دقيق تاني. يعني انا بصوا ده الدقيق ده، بصوا لقيته سايحة برضه، عمالة اقلب، فحطيت معلقة دقيق تاني كبيرة عشان اقدر الم العجينة واعجن كويس، ما تبقاش سايلة في ايديا. فانتي العجينة دي حاجة في ايديك انتي، مادام حطينا المكونات حلوة، وارد خالص تلاقي العجينه جامده معاكي تقيله، هتحطي لها شويه لبن صغيرين. لقيتيها سايله زي ما كانت سايله معايا كده، هنحط لها معلقه دقيق بس كده، وتلمي بيها هتلاقي العجينه بدات تلم معاكي. خلاص بدات تلم، هنحط لها بقى واحنا بنعجن كده المعلقه ونص الزبده. زبده سايحه كده بدرجه حراره الغرفه. بص اول ما تحطي الزبده هتحسي برضك ان هي بدات تسيح معاكي العجينه كده، وبقت تلزق في ايدك، وبقت في الطبق مش عايزه تلم ولا اي حاجه، متقلقيش خالص. لسه طبيعي ان احنا حطينا زبده، دي ماده يعني
مادة دهنية سايلة شوية، فطبيعي ان هي تعمل معانا كده. اعجني بس كويس، هو الدوناتس بياخد بس عجن كتير يجي ربع ساعة، فما تقلقيش اعجني زي ما قلتلك. انتي ادرى بالعجينة، انتي وانتي بتعملي بالعجينة كده حسيتي ان هي طرية قوي مش عايزة تلم معاكي، ممكن تحطي لها معلقة دقيق حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه. بس هي المكونات كده دي كويسة، هي بس انا احتاجتي معلقة الدقيق اللي احنا حطيناها وكفاية. خلاص بصوا بدأت تلم معايا خلاص. انا قعدت اعجن يجي ربع ساعة كده. عندك عجان يا ريت طبعا، هيبقى احسن واسرع يعني. ربنا يا رب يرزقنا جميعا ونجيب العجين. خلاص بصوا قعدت اعجن كتير جدا لغايه لما اتلمت بقى من ايديا ولمت من الطبق، عماله الم بقى من اللي في الطبق ده. خلاص وبقت ايه عجينه قطنيه معايا كده، قطنه كده عامله زي السفنجه تاخد وتدي معاكي. معلش هي ايدك بس هتتعبك شويه، بس هتديكي نتيجه حلوه في الاخر. بصوا بلمها ازاي طريه حلوه جدا وناعمه. انا بحب جدا ان انا اعجن، يعني بحب العجين في البيت والمخبوزات بحبها بتبقى مديه للبيت كده، تحس ان فيه خير، البيت بيبقى فيه خير. بصوا انا بوريكم كل المراحل بردك. بصوا خلاص بقت عامله زي القطنه كده. بصوا اهي ما بتلزقش في الايد، بتلزق عليه خفيف خالص، بس بصوا ما بتلزقش في ايدي خالص ولا. بصوا بتحطي تضغطي بايدك كده بتبصم كده حلو قوي كده. هنحطها في الطبق بقى ونغطيها، نغطي الوش بكيس بلاستيك ونحط عليه بقى قشر بفوطه اي حاجه عشان الجو لو ساقعه تتدفى تسخن بسرعه وتخمر معانا على طول، ما نحتاجش وقت طويل. احنا في الشتاء ممكن نسيبها ساعه تخمر، لو في الصيف هيبقى نص ساعه. خلاص خمرت معانا، انا سبتها النهارده يجي ساعه كده في الجو اللي احنا فيه ده. خمرت كده وارتفعت بقت حلوه. ده كده بقى دليل ان العجينه بتاعتنا ناجحه وكويسه. هنبدا بقى ايه نقرصها. الكوبايتين ونص دقيق دول هيطلعوا لك 10 دوناتس، حجمهم كويس مش صغير، حجمهم كبير. فاحنا بصوا هناخد حته عجينه كده ونقرصها زي البضايه كده، او البضايه برتقانيه صغيره. بصوا نلفها على ايدينا كده ونلفها حلو قوي بايدينا كده عشان تبقى ايه السطح بتاعها متلامي حلو كده مش مكرمش، فاهميني؟ اهي نلفها كده واحده واحده كده، نعملها زي الكوره كده بضايه. مش عارفه هو زي ايه، بس المهم ان هي ايه انت فاهماني في الفيديو. نكورها كده في ايدينا ونحطها زي ما قلت لكم. انا الاتنين كوبايتين ونص دقيق دول طلعوا لي 10 دوناتس، حجمهم حلو ومش صغير خالص. خلاص بصوا ما شاء الله انا خلصت الكميه. انا بحطهم بقى على كيس واسيبهم بس 5 دقايق، مش بسيبهم يخمروا تاني، هي 5 دقايق بس عقبال ما بغسل ايدي وارجع. انا جبت بقى بلانشا او على الرخامه بتاعتك ادهنيها نقطه زيت واحده بس. هنجيب بقى اول كوره احنا عملناها عشان ايه هما زمانهم كده ارتاحت، العجينه ارتاحت معايا شويه. فهجيب اول كوره انا عملتها وايه ابططها كده بايدي. عندك نشابه حلو، ما عندكيش مش مهم خالص، احنا نبططها بايدينا كده بس ايه نحاول نخليها على شكل ايه دوريه ما تبصش معانا يعني. ومش هنرفعها، احنا عايزينها السمك بتاعها. بصوا السمك بتاعها حلو تخين شويه عشان يبقى الدوناتس مرتفع وحلو، مش عايزينه رفيع خالص. هوريكم لسه واحده تانية هوريكم السمك بتاعها قد ايه. وهاتي بقى اي حاجه عندك ينفع تقطعي بيها. ده غطا علبه الفانيليا اللي عندي انا خلعت الغطا بتاعها، او غطا ازازه اي حاجه عندك ينفع تعملي بيها ايه دوريه. وفي طبعا قطاعه للدوناتس مخصصه، لو مش متاحه عندك اعملي بيها، لو موجوده عندك اعملي بيها، طبعا مش متاحه يبقى باي حاجه ايه هنتصرف. ونجيب بقى ورق زبده وايه ورق زبده ندي نحط عليه. بصوا بقى انا الغلطه اللي انا عملتها اللي انا وقعت فيها ان ورق الزبده ده كان نوع وحش جدا. يعني انا عملتها قبل كده كذا مره في ورق زبده كان حلو وما كانش بيلزق. النوع ده مش عارفه رديء جدا يعني لزقت فيه. فنصيحه مني هتحطي على ورق زبده ادهني ورقه الزبده بدهن زيت خفيف.
مش عايزه ورق زبده خالص بصراحه، انا عملتها على كيس بلاستيك، يعني هوريكم دلوقتي كذا واحده على كيس بلاستيك. في الاخر بقى لما لقيت ورقه الزبده فشلت معايا لزقت، فنقلتهم على كيس بلاستيك. فانت الكيس بلاستيك حلو جدا، ولا بتدهنيه زيت ولا اي حاجه. يبقى بنفتح كيس بلاستيك كده، كيس مطبخ، نفتحه ونحط عليه الدوناتس بعد ما نعملها. ماشي يا حبايبي؟ يبقى بلاش ورق زبده خالص، علشان انت مش متاكده ومش ضامنه هو نوعه حلو ولا لا. هتستخدميه يبقى تدهنيه دهنه زيت خفيفه، مش هتستخدميه وده يبقى الافضل. حطيها على كيس بلاستيك من غير ما تدهنيه ولا اي حاجه، وهتطلع معاكي وهتبقى حلوه. خلاص، بصوا سمك الدوناتس تخين شويه حلو كده. هننقله بقى زي ما قلت لكم على كيس بلاستيك او على ورقه الزبده تكون مدهونه زيت. وبصوا بقى اللي انا بطلعه من الدوناتس القطعه الصغيره دي بقى انا بحطها تخمر. عشان ايه؟ بنعملها زي دوناتس، ميني دوناتس كده صغير صغير خالص كده، عامل زي الزلابيه. بصوا انا خلاص خلصت الكميه اللي عندي. زي ما بقول لكم بقى، انا دلوقتي بقول لكم ان الورق الزبده ما كانش حلو خالص معايا، فانا نقلتهم تاني على الكيس بلاستيك. هنسيبهم بقى يخمروا. بعد ما خمروا بقى انا اكتشفت ان هو الورق لازقه في الورق. هنسيبهم بقى يخمروا تاني يجي نص ساعه. بصي تضاعفت حجمها وارتفعت خالص وخمرت وبقت حلوه قوي. انا كده سبتهم نص ساعه يخمروا. جيت بقى اروح على البوتاجاز عشان انزل اول واحده، لقيتها لازقه في الورق الزبده. فاضطريت ان انا بقى ايه، هشيلهم واحده واحده بالراحه واحطها على كيس بلاستيك واسيبها تخمر تاني. بصوا اهي، بصي لزقت ازاي. لكن الكيس البلاستيك انا حاطه واحده اهي على كيس بلاستيك ورا، فبصراحه جيت اشيلها ولا لازقه ولا اي حاجه، فنقلتهم كلهم على كيس بلاستيك وسبتهم يخمروا تاني من اول وجديد. خلاص خمروا حلو. هاجي بقى على البوتاجاز، كان في زبده وقع على البوتاجاز. هنحط طاسه فيها زيت حلو، زيت غزير، بس على نار وسط. يعني هنخلي درجه الحراره بتاعه العين وسط كده، ولا عاليه ولا واطيه. الزيت زي ما قلت لكم يبقى غزير. اول ما الاقي الزيت سخن معايا، مش يغلي، مش سخن قوي درجه الغليان، لا يسخن بس يسخن قوي حلو معانا، هنزل بالدوناتس. هنعمل له اختبار ممكن بواحده صغيره كده هيبان. بصي انا متاكد ان هو سخن، هنزل على طول بيها. لو هو كان سخن معايا قوي وغلي هتلاقيه عمل فقاقيع كتير قوي. لا هو كده معنى ان هو لسه ما عملش فقاقيع، يبقى هو ايه، لسه ما وصلش للغليان، وده يبقى افضل واحسن. لانه لو سخن معاكي قوي قوي وغلي وحطيتيها هتلاقيها خدت لون معاكي بسرعه من جوه عجينه. نحط بقى ايه، نحمره كده في الزيت، ونحط بقى الكور الصغيره بتاعتنا دي. استخدمي بقى ايه حاجه خفيفه كده تقلبي بيها. انا استخدمت خل خشب. بصوا انا حاولت اقرب لكم عشان ايه اوريكم التصوير يبقى كويس. بصوا لسه الزيت بقى ايه بيبدأ يسخن بقى معاه، وهو بيستوي فيه ياخد اللون الذهبي الحلو. انت هتقفي ايه، بس هو بياخد لون بسرعة جدا. ماشي يعني ايه، ما تغيبيش عنه. بصوا الكور اول بقى بنحطيه في الزيت كده بتلاقيه اتنفخ كده وبقى حلو، عشان العجينة حلو وهو خمران حلو جدا. بصوا انا قلبتها، هي اللون، هي لون الكاميرا ظلماها بصراحة، هي لونها حلو جدا، لون الذهبي كده وحلو. نقلبها بقى على الناحية التانية وتاخد اللون، ونشيلها ونحط غيرها، نطلعها على مناديل. عشان طبعا ده دوناتس احنا قليينه، بصوا قليينه في الزيت، فاكيد من بره هيبقى متعوص زيت. هو مش هيبقى شارب زيت خالص من جوه، بس من بره اكيد طبعا هيبقى منعوص زيت، فلازم نطلعه على مناديل عشان يصفي لو في زيت او في حاجة. بصوا كانت لسه مطلعه كان سخن، بوريه لكم. بصوا ارتفع ازاي وبقت حلوة وكبيرة. بصوا التقطيع بقى ده حلو وحجمه حلو، ولا بقى تقولي قطعي الدوناتس ولا اي حاجه. والكوبايتين دي عملوا لي حبه حلوين، 10 وحدات كبار وصغير. انا بقى عامله صوص سكر. هنزل لكم الفيديو الجاي طريقه صوص السكر وصوص الشوكولاته. فهوريها لكم في فيديو لوحدي عشان ما يبقاش فيه بس ايه لخبطه. انا بقى ايه زينوه بقى زي ما انتي محبه، حابه تزينيه بصوص سكر ابيض ماشي، صوص شوكولاته ماشي،
بسكر بس خشن وعليه رشة قرفة اللي انتي حباه. بصي هنمسك بقى ايه واحدة واحدة ونزينها. انا هعمل 2 بالصوص السكر الابيض. ممكن نفس صوص السكر الابيض ده تحطي عليه بقى ايه للاطفال بقى، تحطي عليه لون اخضر، لون طبيعي كده بتاع الاكل، لون اخضر احمر. في الوان كده بتتباع عند العطار في قطاره كده، دي الوان طبيعيه للاكل، صحيه جدا ومش يعني مش مضره لينا. خلاص، وده بقى صوص الشوكولاته برضك اللي انا عاملاه حلو جدا جدا، طعمه حلو. فاستنوني بقى الفيديو بتاع بكره ان شاء الله، هنزل لكم طريقه الصوصات الاتنين. هعمل 2 بردك في صوص شوكليت ماشي. هنزل بقى بردك واحدتين كده حسب بقى الاذواق اللي عندك ان هم حابين ايه فانت تعملها لهم. انا عايزه اقول لكم بردك الطريقه دي ممكن يعني هي تعتبر اقتصاديه، يعني زي ما قلت لك ممكن تعمليها بميه مش بلبن، وممكن تعمليها من غير بيضه. فبس من غير بيضه هتلاقي العجينه تقيله معاكي وناشفه شويه، فهتقعدي تعجني فيها كميه وقت طويل. هنا بقى انا جبت شويه سكر وحطيت عليهم شعرة قرفه. انا بصراحه بحب السكر بالقرفه قوي، فبس لازم تعمليه وهو الدونات سخن، فعشان كده كنت بدور على اي واحده سخنه عشان السكر يلزق فيها. يعني انت لو هتعمليه بالسكر والقرفه كده، اول ما يطلع من الزيت وهو سخن تنزليه في السكر عشان يلزق فيه. خلاص بقى نيجي بقى للميني دوناتس او بوب كورن دوناتس، ده معرفش بيسموه ايه. حطيته في طبق كده بقى عامل زي الزلابيه، رشيت عليه شويه صوص شوكولاته. وخلاص كده احنا خلصنا الكميه اللي عندنا. متنسوش تعملوا اشتراك ولايك وسبسكرايب. باي باي.